السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ميري. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نقدم لكم ان شاء الله وصفة العسل سهلة ومضمونة 100%. تبقى الاصل تاع المحلات وبنينة بزاف بطريقة جد سهلة وبمقادير مضبوطة. ما عليكم غير تتبعوا كامل الخطوات تنجحوا فيها ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. نبدأ على بركة الله. عنا كيلو سكر، 500 مليلتر ماء، بمعنى نصف لتر ماء. درت لكم قرعة صغيرة باه تعرفوا القيس تاع نصف لتر، شريحة ليمون وقطعة صغيرة شب. لا كان عندك ديريه ولا ما عندكش معليش ما ديريش. الفايدة منه ما يرجعش العسل سكر، اي ما يتسكرش، يبقى معسل لمدة طويلة. وما تكتريش منه لانه عقد ما تكتري منه يطلق المرورة. نحطو في الطنجرة الكيلو تاع السكر والنصف لتر تاع الماء ونحرك، نحاول ندوبو مليح. كي نشوفوه داب نحطو شريحة الليمون وقطعة الشب، نحرك. نغطيوه ونديروه على النار. كي نشوفوه تغالى ودار الرغوة نقصولو، خليه يطيب على نار هادئة لمدة ساعة. بعد ساعة نحيه وخليه يبرد مليح ليلة كاملة باه يتقال. شوفوا القوام تاع العسل ولا اروع. على ضمانتي البنات جربوه وما تندموش، راح تعجبكم الوصفة وتعتمدوه. حبيباتي، لا حبيتوا العسل تاعكم يكون اخف من هذا القوام 50 دقيقة وطفيوا عليه، ولا كان حبيتوه اثقل زيدوا له 5 دقائق اخرى، ساعة و5 دقائق، لأنه كل واحدة وعلى حساب الوصفة اللي راح تستعمل فيها العسل. مثلا الزلابية تحتاج عسل ثقيل بما يأثرش على القرمشة تاعها. ان شاء الله تكون الوصفة نالت اعجابكم. جربوها حبيباتي وخليونا آراءكم في التعليقات. دمتم اوفياء للقناة ومع السلامة.